لما بتحصل لك مشكلة فبتبدأ تدخل في دوام من التفكير اللي غالبا مش هتوصل من وراها لحاجة. لو كمان الموضوع ممكن يبدأ يتعقد منك وتقعد تفكر في حاجات ما كانتش في دماغك أساسا. أهلا بيكم في قناة مورفين كل سبت مش الساعة 8 عشان رمضان داخل، كل سنة وانتم طيبين. أنا رمضان جانا يا عم. ففي صلاة وتراويح وكده، فمعرفش هيبقى يوم السبت بقى صبح عصر. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط هو ببساطه التفكير زياده عن اللزوم في حاجات حصلت او لسه هتحصل او ما حصلتش اساسا او مستحيل تحصل، وغالبا التفكير ده زي ما قلنا ما بتوصلش من ورا لحد. في دراسه اتعملت سنه 2003 لان 75% من الناس اللي ما بين 35 ل 45 سنه عندهم اوفر ثينكينج، و52% من الناس ما بين 45 ل 55 سنه عندهم اوفر ثينكينج برضه. وفي نفس الدراسه دي لقوا ان الستات عندهم تفكير مفرط اكتر من الرجال. هيجي واحد يسالني يقول لي هو التفكير المفرط ده زي القلق كده؟ اقول لك مش بالظبط كده. يعني مثلا القلق بيكون تفكير في حاجه حصلت او بتحصل دلوقتي، لكن التفكير المفرط زي ما قلنا هو تفكير في العموم في حاجات حصلت او هتحصل. واحد تاني يسالني يقول لي طب ما افكر كتير عادي، يعني ده مش هيخليني اذكى ويقوي المخ؟ هقول له لا يا اذكى اخواتك، انت كده بتشغل دماغك عليا وبتوفر ثينك. التفكير المفرط بيستنزف طاقتك النفسيه والجسديه وبيقلل قدرتك انك تاخد قرار صحيح، وبيزود التوتر والاكتئاب، وممكن تقوم بالليل عشان تفكر في الموضوع اللي شغلك ده، ويمنعك انك تقدر تنام وتبدا تدخل في ارق وقله تركيز، واحيانا ممكن يوصلك للادمان عشان بس تنسى الموضوع اللي مسيطر على دماغك ده. طب ايه هي اسباب التفكير المفرط؟ التفكير المفرط غالبا بيكون بسبب خوف او توتر او حتى قله ثقه بالنفس، وفي نظريات بتقول ان احنا ممكن نكون ورثنا الصفه دي من اهلنا. فاكرين الفيديو بتاع الايبيجينetics؟ فممكن تتفرج عليه يعني لو مش فاكر او مش فاهم. طب هل الموضوع ده ليه علاج؟ طبعا ليه علاج. لازم تعرف ان الاوفر ثينكينج هو سلوك نفسي مش مرض نفسي. يعني ايه؟ السلوك النفسي هو مشاعر وردود افعال، يعني مثلا زي شعورك بالحزن او شعورك بالقلق او ايا كان. انما المرض النفسي ده حاله مش طبيعيه بيمر بيها الشخص، بتاثر على صحته النفسيه والعقليه وما بتخلوش يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي. العلاج بيكون للناس اللي الموضوع مسبب لهم مشاكل فمش عارفين يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، فبنستخدم معاهم حاجه اسمها cognitive behavior therapy، وده بيكون دور الطبيب النفسي انه يساعدك ازاي تتعامل مع المشاكل بشكل صحيح، وده عن طريق انه يساعدك ازاي تتعامل مع الافكار السلبيه وازاي تتخلص منها، وبيقدم لك طرق مساعده لمهارات حل المشكلات. انما لو الموضوع في اوله معاك فدي شويه نصائح يعني ممكن تساعدك. اول حاجه تقعد مع نفسك وتحدد ايه هو المهم بالنسبه لك ويستاهل وقتك وايه مش مهم وما يستاهلش انك تضيع صحتك ووقتك عليه. لو محتار ما بين قرارين فكر هل القرار ده هيأثر عليك بعد 5-6 سنين؟ لو مش هيأثر فاختار اي حاجه عادي، يعني مش هتفرق كتير. انما لو قرار مصيري وهيأثر على مستقبلك فخد وقتك في التفكير وحدد لنفسك وقت تكون عنده خلصت تفكير واخدت قرار. ابعد عن مصادر التشتيت اللي هي السوشيال ميديا طبعا عشان تدي لمخك فتره ان هو يرتاح ويعرف يفكر بهدوء. واخيرا نام بدري يا اسطى، انت لو بتنام بدري مش هتقعد لاخر اليوم تفكر في كل ده كان ليه وانا مش عارفني انا تهت مني وهكذا يعني. انا مش عارفني انا تهت مني انا مش انا، لا دي ملامحي ولا شكلي ولا ده انا. اخر واهم نصيحه هي انك تجيب ورقه وقلم او نوت الموبايل يعني زي ما تحب، وتحاول تفرغ الافكار السلبيه اللي في دماغك فيها وبعدين تعزفها او ترمي الورقه او تحرقها. ده حل كويس يعني بينفع معايا اوقات يعني. وبس كده يكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. متنسوش لايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده مع اي حد من اصحابك ممكن يستفيد بيه او ممكن ما يستفيدش عشان بس. السلام عليكم.